هي عامة بتتكلم عن السلبيات، فأنا هدفي يعني حاجة بس قبل ما أتكلم إن أنا أعبر عن رأيي مش هنقول بلدي أبدا. بس شكرا. هنا القاهرة، هنا إساءة مآل ومآل، هنا حصر الدولة مانع دخول الفرد، هنا سلب وده هنا الجريمة، هنا الإعلام الإيمان، هنا لو ناوي تتكلم يبقى هتاخد من القديم، هنا مفيش جديد، عايشين على الطرق، هنا كل مشروع وعادي، هنا لازم تضاف، لازم تخلي ضميرك غشاء مطاط، لازم على كل حاجة واقع وراضي. هنا لازم تعيش كمان كحيان، تتضرب في الحال، تموت جعان. ما هو هنا مبدأ كان بيساوي كان، بموجب السلطة والنشان تتنطط وتخبط وتخطط وتظبط وتربط في العلاقات وتكون في الثروات، مركز في العلاوات متجاهل الأحاط. ما هو كله هات والشعب زي ما صحي زي ما مات، والشعب شم ومات والقطر فات. طب انت تاريخك يا مصر بتفتكريه صور وحكايات. هنا القاهرة الموضوع مش موضوع زحمة ولا خلق لحمة، الحكاية حكاية شفا ورحمة. هنا ناس كتيرة تعبانة جعانة شقيانة، والمقابل الظلم والإهانة والمهانة. ولما يوم جربت أتكلم لقيت نفسي مرمي في الميزان. الضمير محتاج تغيير، والأسعار محتاجة تفسير، والقرار محتاجة تبرير، والعيشة عايزة تدبير، والعقول محتاجة تدبير، والمرتب محتاج تكبير. طب حد يقول لي الحل؟ ما تقول لي انت يا كبير، قول لي ازاي اللي حللنا واكلنا سرقنا نهبلنا حبسنا ومنجملنا ومكتفنا ومأخرنا جوه بلدنا سجننا حبسنا. قول لي ازاي اللي حللنا منجملنا مكتفنا مأخرنا جوه بلدنا سجننا. وشوف ما بيرحموش ما بيفهموش ما بيشبعوش، لأي لغة من الفلوس ما بيفهموش، بيقطشوا ما بيعدلوش، بيخربوا ما يعبروش، ما بيصلحوش.